مفاوضات مع 5 صفقات والعروض تلاحق حراس المرمى. أخبار الأهلي: رشحت لجنة تخطيط الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح 5 مدافعين للسويسري مارسيل كولر. إذ كشف مصدر داخل النادي أن كولر طلب التعاقد مع ثنائي في خط الدفاع مع الموافقة على رحيل أيمن أشرف ورامي ربيعة في نهاية الموسم الجاري. وتابع المصدر: الخماسي عمر فايد لاعب المقاولون العرب، وأسامة جلال لاعب بيراميدز، ومصطفى العش لاعب غزل المحلة، وزين الدين بالعيد لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وسعد سمير مدافع الفريق المعار إلى فيوتشر في حسابات الأهلي. وكولر يفاضل بينهم. العروض تلاحق ثلاثي حراس المرمى. في سياق متصل، دخلت عدد من أندية الدوري المصري الممتاز في مفاوضات جادة مع حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحصول على خدماتهم خلال الميركاتو الصيف المقبل 2023. أن الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير تلقوا عروضا محلية، بينما رفضت إدارة النادي الأهلي عرضا جديدا لرحيل محمد الشناوي رغم ارتفاع قيمة المقابل المادي للصفقة من أحد الفرق الخليجية. وتلقى الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير عروضا محلية. استلقى علي لطفي عرضا من نادي فاركو، بينما دخل ناديا البنك الأهلي وفيوتشر في مفاوضات مع الحارس الشاب مصطفى شوبير.